هل بتشوفوا مونديال الأندية ممل؟ بس كيف لو عرفتوا إنه كنز للأندية؟ حتى اسألوا بيريز والأهلي وغيرهم. تعالوا أحكي لكم كيف رح تكسب بعض الأندية اللي ميزانيتها مش مثل ميزانية ريال مدريد مثلاً. مجموع جوائز مونديال الأندية قيمتها $1 مليار، جزء منها مخصص لكل الأندية المشاركة. مثلاً الأهلي المصري مشارك من قارة أفريقيا، وفيفا خصص لكل نادي من القارة مبلغ تقريباً $10 ملايين. هالمبلغ ممكن يكون صغير. طيب كيف لو حكيت لك إنه القيمة السوقية لنادي الأهلي بتوصل ل $55 مليون، يعني تقريباً 17% من القيمة؟ طيب نادي ريال مدريد اللي قيمته السوقية $1.5 مليار، صح إنه أكتر من جوائز البطولة نفسها، بس لو فاز فيها رح ياخد مجموع $125 مليون. المبلغ ممكن يكون صغير للنادي، بس حطوا باعتباركم إنه أكتر من قيمة كأس العالم للمنتخبات اللي ربحها ميسي مع الأرجنتين في 2022، وقيمتها كانت $42 مليون بس. كمان عدد فرص العمل اللي بتوفرها البطولة بتبلغ 432 ألف وظيفة. في توقعات يكون التأثير الاقتصادي لكأس العالم للأندية بنحو $41 مليار حسب دراسة اقتصادية للفيفا. مع هاي العوائد الضخمة، هل بتصدقوا توقعات الفيفا للبطولة إنها رح تكون من الأنجح اقتصادياً بالتاريخ؟